عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع شهوة زينب. اليوم غنقدم لكم واحد الفكرة وهي كيفية تحويل الكاوكاو الفول السوداني كما كنقولوا ليه بالنكهه يكون فيه النكهه ديال اللوز. اعزائي يعني فكره بسيطه، انا جربت شحال ديال الافكار ولكن هذه الفكره هذه كتنجح. كناخذوا الكاوكاو ديالنا اللي كنكونوا ديجا شارينه مقشر هكذا اولا كناخذوه وكنقشروه، كنسلقوه في شويه ديال الماء غير طلع مع الحراره شويه ديال الماء يكون طايب، اللحوف الماء يكون طايب، من بعد نصفيو ونحيدوا ليه القشره، يعني نزولوا ليه القشره كامله. من بعد غادي ناخذوا الماء نطيبوه، يعني يكون الماء يكون يعني ساخن بزاف. كناخذوا الماء كنكبوه فوق هاد الكاوكاو ديالنا بهذا الشكل هذا. انا ديجا هنا يعني درتو، بغيت غير نوريكم الطريقه. الماء خصو يكون يعني طايب غالي، الماء يكون الى درجه الغليان، يكون سخون بزاف. من بعد كنديروا عليه نديروا 3 ديال القطرات ديال الروح ديال اللوز، 3 القطرات ديال الروح ديال اللوز. من بعد اعزائي كنخليوه حتى كيبرد الماء، يعني كيصم داك الماء، ديك النكهه ديال اللوز يعني كيشربها. ومن بعد كنصفيوه، انا عندي هنا صافي يعني برد ليا الماء ديالي، غادي نصفيه. من بعد كنصفيوه في الصفايه وكنخدموا به. الا كنا بغيناه نديروه نيشان يعني نديرو به، لان نتوما كيكون ديجا يعني ما نقدروا نخدموا به. نقدروا مثلا الا بغينا نديرو به لاباط ديال اللوز اللي كنديروا بها الحلويات، الا بغينا نقليو نقدروا نقليوه باش نديرو به يعني بحال هكا بريوات، ولا نقليو ونطحنوه، او الا ما بغيتوش تقليو تقدروا تدخلوه للفران وطحنوه. ولا كنتو بغيتوه يكون غير يعني باط بيضه كنطحنوه هكا، يعني كنصفيوه وكنطحنوا على هذا الشكل، وكنضيفوا عليه واحد القطره ولا 2 قطرات ديال اللوز فقط. يعني كما قلت لكم كنضيفوا عليه قطره اولا 2 قطرات ديال اللوز فقط وكنخدموا به، كيجي رائع، كتجي فيه النكهه ديال اللوز. هاد الفكره دائما انا كنقولها للناس اللي ما في الاستطاعه ديالهم باش يشريو اللوز، يعني باش كلشي يتمتع بالحليوات. ماشي يعني كاين ناس الله يحسن العوان ما كيقدروش يعني، ودابا كما كنعرفوا اللوز راه غالي، يعني الانسان كيكون نيت عنده ماديات وما كيقدرش يشري، يعني راه اللوز يعني غالي بزاف، وخصوصا في الفتره ديال رمضان، الفتره ديال الاعياد، يعني الصيف، المناسبات كيكون اللوز غالي بزاف. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا، الى وصفه وفكره مقبله ان شاء الله مع شهوة زينب.